اللي عليه الصلاة والسلام. واللي أول مرة يشوف قناتي، أنا رحمة من قناة أسرار الطبخ مع رحمة. ياريت يشترك عندي ويفعل الرنة علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة على بركة الله. طبعا احنا عارفين ان درجة الحرارة عالية جدا الايام دي، بتوصل ل40 وال41 وساعات بتوصل كمان ل49. فدرجة الحرارة عالية جدا. في ناس طبعا شغلها او يعني بيتحكم عليها انها تخرج من البيت، فلازم يكون عندك واقي شمس حلو جدا، ولازم يكون عندك غسول حلو اللي يحميكي من درجة الحرارة العالية دي. طبعا النهاردة هنتكلم عن افضل حاجة في الغسول وافضل حاجة في واقي الشمس. طبعا الغسول بتاعنا النهارده اسمه كلير سال. زي ما انتم شايفين كده مكتوب على العلبة نوع الغسول. هوريكم كمان استخداماته. طريقة الاستخدام بتاعته ان هو للعناية طبعا بالبشرة العادية والدهنية والمشاكل البشرة. تركيبة مخصوصة لحب الشباب، منها شجرة الشاي ومنها الصبار، وحاجات حلوة جدا مفيدة ومهمة للبشرة. بتغسليه طبعا، بتحطي طبقة بسيطة منه كده على الايدين وبتغسل بالماء البارد عادي خالص. وبعد كده بتحطي طبقة صغيرة منه على الجلد او على الوش او على مكان الاصابة بحب الشباب او بالبقع السوداء. يا جماعة حلو جدا والله، ما بيخليش لا بثور ولا حبوب سوداء ولا اي حاجة من دي. مهم جدا للبشرة الدهنية والعادية. طبعا اسمه كلير سيل. هقول لكم تاني على الاسم اللي حابب يجيبه. السعر 130 جنيه. حلو جدا وغسول مهم جدا للبشرة الدهنية وكمان لحب الشباب والبقع السوداء والبثور واي حاجة في الوش كده، بيخلي الملمس ناعم والوش زي الحرير، علشان شجرة الشاي اللي هي معمول بيها والصبار والحاجات الحلوة اللي هو معمول بيها. معانا كمان حاجة مهمة جدا، معانا الغسول، معانا الواقي الشمس ده. واقي الشمس ده حلو جدا وجميل. بتحط منه طبقة بسيطة كده على البشرة وعلى الايدين وانت خارجة، بيبقى بيحميكي طبعا من أشعة الشمس الضارة. هوريكم دلوقتي. بيتحط على البشرة بطريقة بسيطة كده على الايدين وعلى الوش، بيعمل عازل من الشمس. بيعمل عزل من الشمس مهم جدا للبشرة الدهنية والبشرة المتعرضة طبعا لحب الشباب، وكمان يعني للشمس وانت خارجة كده، بيحميكي من أشعة الشمس الضارة. اتمنى طبعا تجربوا بقى واقي الشمس ده، حلو جدا. هوريهولكوا كده علشان خاطر اللي عايز او حابب يجيبه. زي ما انتوا شايفين كده ده الاسم بتاعه، ودي طريقة الاستخدام زي ما وريتها لكم. طبقة بسيطة كده على الجلد على الايدين وعلى البشرة قبل ما تخرجي. وكمان لو قاعدة في البيت بتسيبيه على ايديكي برضو قبل ما تخرجي ساعتين. بس كده، هو ده كان واقي الشمس بتاعنا النهاردة. حلو جدا وجميل، ما بيسيبش اي حاجة دهنية على البشرة. وكمان بيحميكي من أشعة الشمس الضارة. زي ما انتوا شايفين الأيام دي الجو حر يعني بطريقة مش معقولة. فلأي ست بتشتغل أو بتخرج من بيتها طبعا محتاجة واقي شمس حلو أو غسول حلو. فمعانا النوعين دول أفضل نوعين في واقي الشمس والغسول. أتمنى إن شاء الله إنكم تجربوهم وتقولوا لي رأيكم فيهم إيه. معانا زي ما قلت لكم كلير سيل ده الغسول بتاعنا النهارده، سعره 130 جنيه. زي ما قلت لكم للبشره الدهنيه والبشره العاديه والمشاكل حب الشباب والبثور والبقع البيضاء والبقع السمراء والتصبغات البشره وللكلف ولكل حاجه. ما بيخليش اي حاجه في البشره، بيخليها بتلمع كده زي الازاز. بسم الله ما شاء الله. انا بجيب لكم الحاجه عن تجربه وعن يعني لازم اجربها الاول وبعد كده اقول لكم الفوائد بتاعتها او النصايح بتاعتها ايه او ازاي تستخدمي. يعني لو حاجه مش كويسه مش ممكن هقول لكم عليها او هعمل لكم عليها فيديو. كان معانا النهارده واقي الشمس اللي قدامكم ده، وكان معانا سان بلوك. ده كان واقي الشمس، ومعانا كلير سيل ده كان الغسول. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم باذن الله. اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الرنه. انا رحمه من قناه اسرار الطبخ مع رحمه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.